يا مساء الجمال على عيونكم. النهارده قصتي بدأت من 7 الصبح. قلبي كان واكلني وعارفة ان في خناقة هتحصل النهارده كان يوم تطعيم ابني. لبست ولبست ونزلنا، وطبعا انتوا عارفين طابور الصحة وعياط العيال اللي يقطع القلب. اول ما شاف الحقنة يا قلبي كان حاسس ان هو ياخد الحقنة، فضل يعيط. سأل لكم هنا يا بنات بتعملوا ايه مع ولادكم عشان ينسوا وجع الحقنة؟ انا عن نفسي جبته وجريت على البيت. تعرفوا يا بنات، وانا واقفة في طابور الصحة النهارده وابني عيني زعلان وخايف قوي، حسيت في وجع في قلبي ما يتوصفش. اول ما الممرضة جهزت الحقنة هو بدأ يصرخ يا عيني من الحقنة. هو انا ليه بعمل فيك كده؟ يعني ليه جايبة بايدي لحد هنا وانا خايفة؟ بس فجأة بصيت في عينه وهو بيعيط وقلت لنفسي يا حبيبي يا ابني، انت فاكر اني جايباك هنا عشان اوجعك؟ والله انا خايفة عليك وعلى مصلحتك وبحميك. رجعت البيت والهدة بدأت تبان عليا، بس قلت لازم اكون وحشة الكون. وقفت في المطبخ وطلعت اللحمة وخرطت البصلة. ريحة الطبيخ وهي بتستوي على النار كانت هي اللي بتصبرنا على تعب النازلة والطلعة. سويت البصلة واللحمة وعملت شوية رز مفلفلين. وانا بقى بحط البصلة في السمنة وبشمع الطشة دي افتكرت كلمتين كانت امي بتقولهم لي، ربنا يخليها لي ويبارك لي فيها. كانت بتقولي يا بنتي الطبيخ مش مقادير في الحل، الطبيخ نفس وراحة بال. كنت اقول لها يعني ايه يا امي؟ تقولي يعني لو طبختي وانتي مجنونة وزعلانة الاكل هيطلع ملوش طعم مهما كلفتيه، لكن لو طبخت بحب ورضا شوية البصلة دول هيبقوا سكر وعسل. شفتوا الاكل يا جماعة بعد ما خلص كان تحفة الصراحة، رغم ان رجلي كانت شايلاني بالعافية من مشوار الصحة والتوتر بتاع الحقنة. بس اول ما وقفت قدام البوتاجاز قلت بسم الله، رميت كل تعب ورا ظهري وقلت يا رب اجعل في لقمة النهاردة الشفا والهنا يا رب لجوزي ولعيالي. اتغدينا والحمد لله. بصيت ورايا لقيت المعركة الحقيقية. المطبخ، المواعين كانت بتبصلي وبتقولي تعالي يا شاطرة يا شطورة وريني الهامة يلا. ما كذبتش خبر، شغلت الراديو وسمعت وخليت المطبخ يبرق. الحوض لما بيفضى كده بحس ان هم وانزاح من على قلبي. والله قلت بالمرة اروق البلكونة اهو. شايفين المطبخ بعد ما خلصت كان يوم تعب ومرمطة خالص يعني. وقلت بقى ما افتح البلكونة كده اما اشيل من ريحة البصل دي. الحمد لله. زي ما انتوا شايفين بلكونه كده، يعني بدل ما اشم حبة هوا حلوين كنت بشم كمية تراب بجد ما شفتهاش قبل كده. حاجة بجد تعبتني قوي. المهم بعد ما روقت البلكونه لقيت حبة هدوم كده بتناديني، رتبتها ونضفتها بقى ونفضت الخشب دون كله والكراسي والستاير دي وكل حاجة يعني، وفرشتها زي ما انتوا شايفين كده بالمنظر ده ونشرت هدوم. تعبت والله قوي النهارده جدا يعني. تحسوا ان الهم انزاح من على كتف الواحد بعد ما خلص ونشر. شايفين الجو عندي الصراحه جميل قوي، محتاج كابتشينو ويقعد بس يتفرج على المنظر. ما بقعدش خالص ابدا فيها كانها موجوده منظر كده. وبعد ما خلصت كده يا ولاد دخلت لقيت بقى حاجه صدمتني اكتر. حبه هدوم ما بيخلصوش، الكنبه ما بتخلصش هدوم. بس روقت الاول الصالون، نفضته كده ومسحت الخشب ونفضت البتاع البيش ده، بجد البيش ده بيلم تراب بس الحمد لله يعني. والركنة عندي نضفتها وخليتها فلة بعد ما تعبت وكنست وزحفت وكل حاجة مني. كنت لسه مروقة للعيد. الحمد لله على وجود راحة البال. لكل ست بيت تعالوا بقى نبص ليها من ناحية تانية. الهدوم دي معناها ان ربنا سترنا وعندنا لبس نلبسه، والمواعين اللي غسلناها معناه ان احنا اكلنا وشبعنا والحمد لله. والبيت اللي بيتروق معناه ان لينا سكن ودار يلمنا غيرنا بيتمناه. عايزه اقول كلمتين يا ست الكل، متبصيش للمهام دي انما هدي بصيلها انها عبادة. انتي بتاكلي عيالك لقمة حلال ونضيفة، وبتنيمي جوزك على سرير ريحته طيبة، وبتحافظي على امانة ربنا اداهالك. خلي لسانك دايما شغال بذكر الله وانتي بتشتغلي، وهتلاقي الشغلانة اللي بتاخد ساعة خلصت في ربع ساعة والبركة ملت البيت. تفتكروا يا جماعة الرضا هو اللي بيجيب البركة ولا البركة هي اللي بتجيب الرضا؟ ايه اكتر حاجة بتكرهوا تعملوها في البيت، النشيل ولا تطبيق الهدوم؟ لو عجبكم اليوم بتاعي ما تنسيش تدوسوا لايك المتين بتاعكم وتشتركوا في القناة. بحبكم في الله والسلام يا احلى اخوات في الدنيا. باي باي.